في عاشوراء تكون عند سحرة قوة سلبية قوية اللي يكون عندها تأثير قوي على المصاب. عاشوراء وتجديد الأسحار كما كل عام نقول بالله التوفيق. التجديد يكون في كل وقت وفي كل زمان من طرف الساحر، يعني ما عندوش وقت محدد كما يتكلم أغلب الرقاة. هذه واحدة. وشيوا في عاشوراء تكون عند السحرة قوة سلبية قوية اللي يكون عندها تأثير قوي على المصاب، لذلك تكون عندهم القدرة على التجديد وعندهم طاقة سلبية سواء في المنزل سواء اللي يبحثوها للمصاب. على ذيك تكون هناك التجديد في عاشوراء يهلك المصاب بمعنى الكلمة. هنا كيف نتفادى هذا التجديد يا شيخ؟ معليش نقول بالله التوفيق. نجيب قرعة بدون تعمى، نضيف إليه ماء الورد أو ماء الزهر، نقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، المعوذتين 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، قل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 7 مرات، والفلق 7 مرات. ونشرب من هذا الماء صباحا ومساء، ونقدر نرشو حتى البلاصة وين نرقدو نغسلو به وجوهنا، وعند النوم نضع القليل من المسك في شواربنا لتفادي تجديد الأسحار عن طريق الأكل المنامي. وبالنسبة لعلاج المنزل نأتي بالعرعار وحبة البركة وقسط الهندي نبخر به يوميا بعد العصر، وتكون هذه العلاج بيوم قبل عاشوراء و10 أيام بعد عاشوراء. وهذه الوصفة لها نتائج مذهلة اللي نستعملها أنا شخصيا في علاج المرضى اللي يجوني، والله غير تدعوا لي بإذن الله. هكذا إخوتي، مع تحية الشيخ الراقي والمعالج والباحث أبو تقي الله الجزائري.